السلام عليكم. اتكلمت في الفيديوهين اللي فاتوا عن اولاما كلاود مودلز واولاما ويب سيرش، وكمان اتكلمت عن اولاما ويب فيتش. لو دخلت هنا على موقع اولاما ودوست على كلاود مودلز، ده اللي انا اتكلمت عليه المره اللي فاتت. عندي دلوقتي مودلز عملاقه اقدر اتعامل معاها من خلال اولاما عن طريق الاي بي اي كي. دي ميزه كويسه. الحاجه التانيه كمان، لو دوست هنا على دوكس هلاقي عندي هنا كلاود والاقي هنا ويب سيرش. وازاي بقى اتعامل مع الويب سيرش؟ عندي هنا كيرل وعندي بايثون كود وعندي جافا سكريبت كود. تعالوا بقى نعمل انتجريشن بين اولاما وانت ان. بس لو عايز تاخد فكره اصلا عن اولاما، انا عملت سلسله فيديوهات ممكن ترجع لها، واخرها اولاما كلاود مودلز واولاما ويب تولز. طبعا انت ان غني عن التعريف كاشهر اداه تستخدم في الاوتوميشن. تعالوا نبتدي على طول. انا هنا عامل نيو ورك فلو، تعال نسميه انت ان with اولاما. اجي هنا ادوس على بلس واختار اولاما تشات موديل. محتاج ادخل credentials. لو دوست على create new credentials، مجرد عايز منك بس اليو ار ال بتاع اولاما طالما هو نازل على جهازك. كده خلاص انت عملت سيت للكريدنشالز. هدوس سيف اوريدي انا عامله مختاره، وهنا بختار المودلز. المودلز دي موجوده عندي على الجهاز. لو جيت هنا في التيرمينال قلت له اولاما ليست، جاب لي كل المودلز. دي كلاود مودلز زي ما اتكلمت عنها قبل كده. اي موديل من دول بقول له اولاما ران واسم الموديل عشان اشغله لو موجود على الجهاز، يا اما ينزله وبعد كده يشغله. بالنسبه للكلاود مودلز مش بينزلها عندي على الجهاز، بتعامل معاها من خلال الكلاود، لكن بتكون ريجسترد عندي، بتكون باينه عندي من ضمن المودلز. وهنا ببساطه عايز اشغل اي موديل، بقول له دلوقتي مثلا بختار هنا موديل خفيف عشان يشتغل على طول. هاي، رد عليا على طول. خلاص كده شكرا. واختار نفس الموديل كوين 3.6 بليون بارامترز. بعد كده اعمل سكيب، وتعالى نجرب نشتغل معاه. تعالى بقى نجرب نبعت له. هقول له دلوقتي هاي، رد عليا، وده الرد بتاع الموديل. انا كده شغال لوكال على الجهاز عندي. دي طبعا ميزه كويسه جدا من حيث السكيورتي، من حيث ان انا لو عايز اوفر فلوس وبشتغل بموديل انا ساتسفايد بيه. لو عندي سيرفر موجود على الشركه وفي موديل انا مدربه بشتغل عليه على طول من خلال اولاما. دي نقط كتير مهمه جدا. دي بقى فكره مبدئيه. تعال بقى نجرب كمان كلاود موديل. هاجي هنا واختار كلاود موديل بيشتغل من خلال الكلاود عشان استفيد من امكانيات الموديل ده. جي بي تي او اس اس 20 بليون بارامترز كلاود. دوس سكيب. هلو، كده بينادي على الكلاود. تعالى بقى نشيل الكلام ده. جربنا اولاما خلاص. تعالى نختار دلوقتي AI agent. هدوس سكيب. الايجنت هنا عندي تشات موديل وعندي ميموري وعندي تول، هنستخدم التلاتة. بالنسبة للموديل هنختار اولاما زي ما شفنا قبل كده. هختار الموديل اللي انا عايزه. دي اول حاجة. وتاني حاجة هختار ميموري. هختار simple memory، مش هعمل اي تعديل. ليه بختار ميموري؟ عشان لو انا نديت على تول بعد كده
يفتكر الهيستوري عشان هو هينادي على التول ويرجع تاني للموديل عشان يعمل مثلا سمرايزيشن للريزلتس بتاعت التول. بعد كده يرد عليا الموديل. محتاج يكون عنده ميموري، محتاج يكون عارف الهيستوري. بعد كده التول. تعال بقى نجرب بس الاول اي اي ايجنت شغال كويس ولا لا. هقول له هنا هاي. ممتاز جدا. My name is أيمن. Tell me my name. هنا فاكر ان اسمي أيمن. تمام. بس ما رضاش يعني يكتبه هنا. مش مشكلة. تعالى بس افكرك بالتول دي ممكن استخدمها ازاي. تعالى نعمل اد كود تول. دي اللي انا هستخدمها. التول دي الايجنت بيستخدمها وقت الحاجة if needed، لما يكون محتاج كمان ان انا اعرف الايجنت انت عندك تول معينة اسمها ايه وبتعمل ايه وتستخدمها امتى كمان. الايجنت لما بينادي على التول بيبعت لها كويري. تمام. والكويري دي بتكون عبارة عن جيسون. يبقى انا هاجي هنا واقول له return query.a plus query.b باعتبار ان الايجنت هيبعته ال A وال B اللي هما الحاجتين اللي انا عايز اجمعهم. واجي هنا عند السكيما واقول له الجيسون سكيما اللي انا عايزها بالنسبه للتول دي. ايه البارامترز الموجوده عندك وايه كمان انواعها. فهقول له دلوقتي انت عندك تو بارامترز هيجوا لك ال A وال B، نوعهم نمبرز والاثنين عندي required. ده بالنسبه للاد تول. مجرد بس نفتكر التول بتشتغل ازاي. تعالى بقى نرجع. عرفت كده تول اسمها add tool. تعالى كده نسميها add tool. هاجي هنا عند الايجنت واختار add option system message. هقول له دلوقتي use، خليها بسطر تاني، use the add numbers tool if asked to add two numbers واعمل escape. تعالى بقى نجرب هنا دلوقتي. هقول له دلوقتي add 5 and 4. هنا بيشتغل مع الموديل. نادي هنا على التول ورجع تاني للموديل عشان يرجع لي النتيجة. ملاحظ هنا نادي على add tool. الريسبونس بتاع التول كان 9. لو عملت هنا دبل كليك استقبل 5 4 عشان يرجع لي النتيجة، وده الريسبونس بتاع التول. ولو جينا هنا هتلاقيه هو بيفكر بيقول ايه. The user just asked to add 5 and 4. Let me check the tools provided. There is a function called add underscore tool that takes two numbers A and B. The user provides 5 and 4, so I should call that function with those numbers. حلو قوي تتفرج عليه وهو بيفكر. I need to make sure the parameters are correctly formatted as JSON. The function requires A and B as numbers, so I'll structure the tool call with those values. No other functions are needed here, so just a simple addition. كده الموديل فكر لقى عنده تول اسمها add tool هيبعت لها البارامترز وهيبعتها على هيئة جيسون. نادي هنا على التول. بعد كده رجع له ريسبونس. فالموديل رد عليا وقال لي دلوقتي ان مجموعهم 9. ممتاز جدا. طيب بقى تعالى نستخدم بقى اولاما تولز اللي احنا اصلا عايزين نتكلم عليها. ما تنساش انا كده ناديت على اولاما موديلز اللي هي نازله عندي لوكال، كمان على كلاود موديلز. تعالى هنا بقى نشوف ازاي نستخدم ويب سيرش اي بي اي. عندي هنا اوثورايزيشن ببعت له اولاما اي بي اي كي، وانا وريتك ازاي تطلع الاي بي اي كي. سهل جدا. الكلام ده سهل ان انا احوله جافا سكريبت.
ببعت له هنا الكويري. طيب تعال نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. هاجي هنا اقول له بلس، نفس الكلام كود تول، هكتب هنا في الديسكريبشن سيرش ذا ويب، واجي هنا عملت بيست للكود. طبعا الكود انا جبته منين؟ انا خدت ده كوبي، حطيته للشات جي بي تي، قلت له يطلع لي جافا سكريبت كود اللي اقدر اشغله من خلال NetN، فاداني الكود اللي انا حاطه هنا. بيستخدم helpers.http request. الميثود عندي post URL، الهيدرز authorization bearer، وبعد كده بكتب API key وببعت له query. actually بيجي لي query من الايجنت، جوه عندي parameter اسمه query زي ما كان عندي A و B. تمام. واجي هنا برضو كده انا ناديت، هيجي لي results. الريزلتس دي هجمعها. تمام. بيهمني فيها الكونتنت. هنا results منها التايتل URL content، انا محتاج الكونتنت، هعمل simply concatenation، هجمع الكونتنتس على بعضها. فهاجي هنا في الكونتنتس وازود عليها \n مجرد بس separation between contents. تعالى حتى كده وهرجع concatenated، كل التكست رجع لي. اجي هنا عند الجيسون سكيما، اختار هنا جيسون سكيما، بستقبل query required نوعها string، دي السيرش كرايتيريا بتاعتي to send to Ollama web search. كده انا اديت على URL ده post method، واحط له دلوقتي الاي بي اي كي، يبقى ده سبيس واحط الاي بي اي كي. خلاص حطيت الاي بي اي كي. تعال نسمي ده rename. انا متأثر بتسمية بايثون، فحاول سيرش ذا ويب واقول له rename. واجي هنا عند الاي اي ايجنت، هزود انا في السيستم prompt use search the web tool to search the internet if needed، لو انت لقيت نفسك محتاج لكده، or requested لو اليوزر طلب منك صراحة. واعمل اسكيب. وتعالى بقى نشغل تاني، هقول له tell me the latest Ollama news. بينادي على الموديل، بينادي على التول. ممتاز جدا. شغل التول عندي، راجع تاني للموديل عشان بقى يعمل فورموليشن لكل ريزلتس. تعالى نتفرج كده. اول حاجه نادى هنا على التول، نبص عليها، ده الريسبونس بتاع التول، جاب له اخر اخبار اولاما. تعالى كده نفتح التول هنا، استقبل هنا الكويري ليتس اولاما نيوز، وده الريسبونس بتاعه. طبعا انت بتتحكم في الريسبونس يكون موجود من كام سايت او من كام ويب بيج. ممتاز. تعال نشوف رد الموديل كده. ده كان رد الموديل عن اخر اخبار اولاما. ده الثينك بتاع الموديل. بس تعال نبص عليه، اهو بيفكر الاول عشان يختار التول. The user just asked for the latest Ollama news. Let me check the tools available. The tools provided are search the web and add tool. Since the user is asking for news, I need to use the search the web function. But wait, the tool requires a query parameter. I should make sure to format the query correctly. The user mentioned Let's Ollama News. So the query should be something like Let's Ollama News. Once I get that, I can call the search the web function with that query to fetch the latest updates.
then I can present the results to the user. هنا نادي على التول، رجع له results، عمل لها formulation. ودي طريقته ان هو يعرض لي الداتا. لغايه كده كويس قوي. المشكله في حاجه واحده بس، ان اولاما كلاود مودلز ما عندهاش function calling. يعني لو جيت هنا واخترت بدل كوين 3، هاجي هنا اختار مثلا OSS، تعال نختار مثلا 20 billion parameters، بعد كده escape، هقول له دلوقتي tell me let's Gemini use بيحاول هنا نادي على الفانكشن، اداني ايرور، وده هتلاقيه في كل كلاود مودلز. يبقى الكلاود مودلز دي مش بتسبورت فانكشن كولينج، او في مشكله معاه. انا ما اعرفش ايه السبب الصراحه. تعال نرجع تاني هنا. في مودلز عندي بتسبورت التولز، زي مثلا ايه لاما 3.2 بيسبورت تولز. جاما 3 مش هتلاقيه بيشتغل مع التولز. في مشكله بقى مع لايت ال ال ام مثلا، وغالبا ده الانجن اللي موجود. فتعالى نختار لاما 3.2 tell me let's nn use. هينادي هنا على الموديل لاما 3.2، بعد كده المفروض ينادي على الفانكشن. كويس، رجع لي results. الموديل دلوقتي بيعمل formulation للresults. هو طبعا أبطأ، آخر أخبار NetN. بالطريقة دي عرفنا إزاي نستخدم اولاما كلاود مودلز. قوتها طبعا دي مودلز قوية، لكن فيها مشكلة مع الفانكشن كولينج، لكن ليها حل. واستخدمنا كمان مودلز تستخدم الفانكشن كولينج زي لاما 3.2 وكمان كوين 3.6 بليون بارامترز. ممكن تلاقي كوين مثلا كودر شغال، محتاج تجربة. كل الحاجات دي محتاجة تجربة. عشان نلخص، عرفنا دلوقتي أكتر من حاجة ازاي أشغل اولاما مودلز. تاني حاجة كلاود مودلز بنزلها عندي على الجهاز الأول، أو بعملها ريجستريشن على الجهاز. تالت حاجة ازاي انادي على اولاما ويب سيرش. طبعا ويب فيتش هيكون بنفس الطريقة. اولاما عامل شغل جامد اليومين دول، يستحق التجربة. ده كان انتجريشن بين NetN واولاما. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. أشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.